السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن موضوع جديد من الأمراض الجلدية ألا وهو الصدفية. والصدفية من الحاجات المهمة جدا، واللي فيه نسبة كبيرة من الناس بتعاني بسبب الموضوع ده، وبيمثل لنا تحدي كبير جدا كدكاترة جلدية. مرض الصدفية مرض مش معدي، هو عبارة عن مرض مناعي. اللي بيحصل ان جلدنا علشان يجدد نفسه بيحصل عملية احلال وتجديد. العملية دي بتاخد وقت معين، لكن في مرض الصدفية بتبقى العملية دي سريعة جدا. فيبتدي يحصل ان القشور اللي المفروض في الطبقة الخارجية تبتدي ان هي تتكون نتيجة التكاثر السريع، فيبتدي يعمل لنا قشرة لونها أبيض، ولو بدأنا نشيلها بيبقى فيه نقط دم كده. ودي حاجة مميزة جدا لمرض الصدفية. ممكن يكون حاجة بسيطة وبتتعالج بسرعة، أو بتاخد أكتر من 60% من جسم الإنسان، وهنا بنواجه مشكلة كبيرة وتحدي كبير. وفي الحالات الشديدة بيبتدي ينتشر في الجسم ويسبب مشكلة جامدة جدا ومعاناة كبيرة لمريض الصدفية. أحب أقول لكم إن شاء الله تعالى باستخدام التقنيات الحديثة والعلاجات قدرنا نوصل لحاجة اسمها العلاج البيولوجي، وده علاج مهم جدا. اتعالجت بيه فنانة شهيرة وحققت بيه نجاح كويس والحمد لله. بالرغم ان هو غالي لكن ليه نتائج كويسة جدا. تابعونا عشان تتعرفوا على كل جديد، ولو في مريض صدفية ما يقلقش، لان ان شاء الله تعالى باستخدام العلاج الحديث هنقدر نوصل معاه لنتائج ممتازة. برضو لازم نقول ان الليزر بنستخدمه في العلاج، فما تقلقوش ان شاء الله تعالى. تابعونا وتستفيدوا، وما تنسوش اعملوا اعجاب وعلقوا على الفيديوهات بتاعتنا وشاركوها مع اصدقائكم. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، وإلى